ليه أنا حاسة إن هو اتغيّر وما بقاش زي الأول؟ ليه أنا حاسس إن هي اتغيّرت مش هي دي الست اللي أنا اخترتها؟ ده سؤال كلنا بنتعرّض له بعد الجواز، بنبتدي نقارن ما بين الشخص اللي إحنا اخترناه وعِشنا معاه فترة خطوبة، وما بين الشخصية الجديدة أو زي ما يُقال عليها إن هي اتغيّرت ما بقِتش الشخص اللي أنا اخترته أيام الخطوبة، وده في الحقيقة بيحصل لسببين. أول حاجة بنبقى متوقعين إن هي نفس الشخصية اللي إحنا اخترناها هي دي اللي هتكمّل معانا، وبننسى خالص إن في جزء مفقود من شخصية اللي إحنا اخترناه ده هتظهر بعد الجواز، وده اللي بنقول عليه إن ده الجزء الأكبر اللي بيخلّينا يا نكمّل يا ما بنكمّلش. بس يا ترى إيه سبب التغيير؟ وليه كل واحد بيقول نفس الكلمة بعد الجواز؟ طيب هل أنت كمان ما اتغيّرتش، أو هل أنتِ كمان ما اتغيّرش فيكِ صفات هو اختارها زمان؟ كلنا بنتغيّر، مش بس الزوج ومش بس الزوجة، كلنا كل يوم بنفرق عن اليوم اللي قبليه، وكل شهر بنفرق عن الشهر اللي قبليه، وكل سنة بنفرق كمان عن السنة اللي قبلها، وده لأن ببساطة كلنا بنكبر، كلنا بيبقى عندنا في نضج فكري، في نضج في مستوى المشاعر، في نضج نفسي، قراراتنا واختياراتنا. كلنا كنا بنحب حاجات كتير زمان وفجأة بنقول إيه ده، لأ ما بقيتش أحبها. كلنا كنا مفكرين إن إحنا لما نكبر هنختار حاجات مختلفة، ونلاقي نفسنا لما نيجي للسن اللي إحنا بنفكر فيه نقول لأ أنا مش عايز الحاجة دي، أنا عايز حاجة تانية. عشان كده دايما بنتفاجأ بعد الجواز، إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ مين ده ومين دي؟ وإيه السيناريو اللي إحنا اتحطينا فيه ما كناش متخيلينه؟ وده لأن ببساطة بنبقى داخلين دايما بتوقعات في شريك حياتنا. يا ترى هيبقى عامل إزاي؟ يا ترى هيبقى أحسن؟ يا ترى هيبقى نفس الصورة بتاعتي ولا لأ؟ يا ترى نفس الحب، نفس المشاعر، نفس الكيمياء ما بيننا هتفضل هي؟ هنعرف نتكلم كده ولا لأ بعد الجواز؟ ولما ده كله ما بيحصلش، تبقى هنا الصدمة. ومن هنا الصدمة اللي بنلاقي فيها إن كل توقعاتنا اللي إحنا متخيلين إن إحنا هنلاقيها كلها اتغيرت. بس ببساطة خليني أقولك حاجة. أول حاجة، لغات الحب عندنا مش واحدة. في حد بيقدر يعبر عن حبه بالهدايا، في حد تاني بالكلمات، في حد تالت إن هو يقضي بس وقت معاكي، هو كده بيقولك إن أنا فيها بحبك. في حد رابع بيقول أنا مجرد إن أنا ألبي احتياجاتك أنا كده بحبك. الراجل كمان بالنسبة له إن هو لما يعمل طلبات البيت، أو لما يروح يشتغل، أو لما يساعد في شراء حاجة ليكي، هو كمان كده بيقولك فيها إن أنا بحبك وإن أنا مهتم. عشان كده دايما بنقول مش شرط إن لغات الحب بتاعتنا تبقى واحدة، مش شرط إن الحاجة اللي أنا مستنياها ومتوقعة إنها تسعدني لو ما لقيتهاش أقول بس ده هو كده ما بيحبنيش، والعكس صحيح. طب نعمل إيه؟ هنا محتاجين نعمل حاجة مهمة قوي، إن أنا أبتدي أعبر عن احتياجاتي وأقول أنا عايز إيه. والله أنا بيفرحني لما أنتِ بتقولي كلمة حلوة، أنا بيفرحني لما أنا باحس بدعمِك، أنا بيفرحني لما أنا باحس إن أنت سامعني، أنا بيفرحني أوي لما أنت اشتريت لي كذا 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 كذا. فهنا كأننا بنكتشف بعض بعد الجواز زي قبل الجواز بالضبط، كل احتياجاتنا قبل الجواز وكل احتياجاتنا بعد الجواز، بس الفرق حاجة واحدة، إن الصورة هنا هتبقى كاملة، إن الجزء اللي أنا ما كنتش شايفه إنه هيحصل بعد الجواز أنا كمان عرفته له أكتر. ليه؟ لأننا كل سنة زي ما قلنا بتفكير جديد، باحتياجات جديدة، بمطالب جديدة، كمان بلغات حب جديدة. فلما نفهم طبيعة الاختلاف اللي كلنا بنمر بيه، لما نفهم طبيعة إننا طبيعي جدا إننا نتغير، هنا بس هنحس إن إحنا قادرين نواكب التغيير ده ونتواصل مع بعض بشكل أفضل. وعشان كده هكون معاكم الفترة الجاية في سلسلة العلاقات عشان نفهم أكتر يا ترى الراجل بيفكر ازاي، ويا ترى الست بتفكر ازاي، ومطالب واحتياجات كل حد فينا بتبقى عاملة ازاي، ويا ترى نعمل ايه لو انا فعلا شاري شريك حياتي وعايزة اكمل معاه، بس باستراتيجيات هتساعدنا اكتر ان احنا نعمل علاقات سوية ناجحة.